واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن نتات بابك نزول. الله الله يلا لنا بالقبول يا ربي صل على المختار ثم صلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول. الله الله يلا لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم يا شاكر عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم واحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم ولا خيبتم ظني فهاشاكم وهاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تحيات البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفات الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أحباب رسول الله. السلام عليكم يا قرة عين رسول الله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم
ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون. أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. اجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وأصحابنا وأحبابنا وطلابنا وتلميذاتنا ومن أحسن إلينا ومن حضر معنا ومن غاب عنا من خواص أهل لا إله إلا الله. واحشرنا وإياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباكية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشاهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات يا الله ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال أملناها ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Fadhlu. Para habaib Syiban, Asatis, A'mam, Jaturi duduk di bagian depan. Jangan duduk di luar kecuali sudah penuh bagian dalam. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والتحميد والصلاة والسلام على خير الأنام وما تيسر من الأذكار والدعاء نهديها نقدم ثواب هذه القراءة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواج ذريته وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء المقربين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا سادة نقول أهل معلى البقيع أهل زنبر الفرير الدرجمين وأهل حضرموت كلهم أجمعين ثم إلى أرواح كافة المقربين مؤلف كتب النافية مصنف كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب من زمان صلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا في هذه الليلة المباركة ثم إلى أرواح كافة كلهم قريب أهل هذه البلدة أهل باليمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا سادة من قبل أهل هذه البلدة هذه الولاية حبيبنا الحبيب أحمد بن حسن الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سلم الكاف الحبيب أحمد الكاف الحبيب علي بن أحمد بن الحبيب عبد الرحمن عبد الله الحبسي والحبيب الحبيب قاسم أكبر الحبيب أنا سالم المدحيد وكافة من قبل أهل البلدة ثم محمد مسلم الكاف وكيه عبد الله الأزهري وكافة المقدم أهل مقبرة باب السلام خصوصا الحبيب
عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب الدين الحبيب الأوي بن شهاب بن أسقاف أولاده وبناته أجمعين الحبيب المنور ومن دفن في تلك القبة من حوله كلهم أجمعين ومن دفن في هذه المقبرة من أولياء والصالحين وعامة المسلمين أجمعين كلهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم كلهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصبنا برحمته أن الله يتغشاهم برحمة ويصبنا الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرماتهم ونفعات من الدين الآخرة نوينا يا ربنا بهذه الزيارة بما نواب آباؤنا وأسلافنا الصالحون إن زيارة الأولياء وأصقياء وأحبابك أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاق وآداب في آدابهم نوينا بما نواب أسلافنا الصالحون كلهم أجمعين على هذه النية الصالحة وما نوى صاحب الوقت وما نوى صاحب الزمن وزقب الزمن وما نوى متقدم هذه الزيارة من هذا البلاد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر اللهم الفاتحة وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا نموت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده علي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صلي وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين. صلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إله. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. ما حل الله من لا إله إلا الله ما سبحانه سبحانه بحمده ما قلناه يا الله يا الله ما استغفرنا ما صلينا وسلمنا على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نهديها نقدر من ثمر القراء إلى رسولنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. خصوصا سيدتنا خبابة خارجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وكافة أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله أصحاب رسول الله أجمعين. خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكفى أشهر من بشر من الجنة وأهل البدر وأهل أهور الهندق بيت الرضوان والحسن والحسين وجميع ساداتنا أولياء الله الصالحين أهل المعنى البقي وأهل الذنب الفريد أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين. خصوصا سيدنا مولانا المهاجر الله أحمد بن عيسى بن الله بن عيسى سيدنا علي بن الله بن عيسى بن علي بن خليل القسام سيدنا محمد بن أصولهم وفروعهم سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي سيدنا علي أم الفقيه سيدنا علي بن فقيه إخواني أجمعين وأصولهم وفروعهم سيدنا عبد الله باعلوي سيدنا محمد مولى الدويلة بن قطب الأقطاب الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقام ومن في طبقته والحبيب حبيبنا الحبيب محمد بن جمال الله محمد بن مريم حبيب محمد بن علي مولى العيدين وحبيبنا أبي بكر سكران والمختار إخواني أجمعين وصولهم وفروعهم
بن علي وكسر بن الأكبر بن أدين وأخي حسين والحبيب عبد الرحمن المكشف بن أحمد شيخ بن الأكبر بن عبد البجاح داب الشيخ عمر بن محمد عبد الله فخر مولانا شيخ بن سالم بن سالم شيخ بن سالم وسيدنا قطب الأنفاس حبيب عمر بن الرحمن العطاش البارس قطب الرشاد وثجبار بن عبد الله بن محمد الحداد وأصولهم وفورهم سنة علوي وحسن عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه والحبيب حامد بن الفري والحبيب عبد الله بن الاسق عبد الله بن الهيدرس والحبيب محمد بن زين المسلمين وأصولهم وفورهم جميع ساداتنا آل أبي علوي وإلى أرواح كافة المعالم كتب النافعة وسلم كتب النافعة الشيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات النجاة كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولياء لهم قربنا أهل هذه البلدة أهل فلنبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا ساداتنا وأباؤنا هؤلاء رجال أهل هذه المقبرة حبيبنا أحمد بن حسان الحبشي والحبيبنا عبد الرحمن محمد منور الحبيب عبد الله بن سلمان الكعب الحبيب أحمد الكعب الحبيب أحمد بن حسين وأصولهم وفي كافة مشايخنا ومعلمين ذوي الحق علينا أجمعين ثم إلى حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وأولاده وذريته وسادة معالم المشايخ أهل معهد الرياض والحبيب حمدي والحبيب علي بحر وكافة أولادنا أهل التربة كندروان حبيب سالم المرحيد والحبيب قاسم بارك وكلهم أجمعين سالم سالم المرحيد وأصولهم وفروعهم ومن إلى جميع أولادنا أهل باب السلام سوزن الحبيب الحبيب علوي بن شيخ السقف وأولاده وبناته وحبيب علي بن الرحمن المنور الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب الدين وأصولهم وكافة أولئك وصائر تلك القبة وكافة أولئك من أهل زياره من أوليائك وأحبائك كلهم أجمعين يا ربنا الكريم ثم إلى أرواح كافة أولئك مقربين من المكيات وعلماء صالحين خصوصا الشيخ عبد الله الفليم بن الشيخ عبد الحامد بن محمود كي هاجي عبد الله الازهري واصول مفرن جميع سائرتنا اولياء مقربين اهل هذه البلده ثم الى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم اموات المسلمين اجمعين اوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل اطلاع بين أيديهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من الستر من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشار والعمل والفشة والرضوان واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرا من فوت النيران اللهم عد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرماتهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين ساد البلاوي خاصة أهل فلنبان خاصة إلى أحسن الحال إلى أجمل الحال بحقك يا الله يا عزيز يا متعال وبحق مولى بلال وهؤلاء الرجال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة ربنا تقبل منا إنك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب محبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته
ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا رب دمر اليهود للعهود وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا كربنا وارحم جميع المسلمين. وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا. خديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول. وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين. بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب معاشر الأساتذة معاشر الإخوان زائرين رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا بالتوفيق والعناية والهداية من الله سبحانه وتعالى. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة في زيارة أولياء الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah, pertolongan Allah,
kembali kita diizinkan Allah untuk melakukan ziarah kepada para aulia Allah dan menghidupkan majlis di tempat yang mulia ini, di pemakaman para aulia Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita bacakan sampai kepada mereka dan kembali kepada kita keberkahan dari mereka, sir rahasia, dan kita pun menjadi hamba yang dicintai oleh mereka para aulia Allah. Dan mudah-mudahan hari ini, malam ini kita berkumpul karena Allah, biwasilah haula'il awliyaillah. Mudah-mudahan besok dengan perantara mereka pula kita akan dikumpulkan menghadap Allah, berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ahbab, hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang dikarang ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pada pertemuan terakhir kita masih ingat barangkali tentang bagaimana Imam Ghazali mewanti-wanti kita untuk jangan bergaul akrab dengan sekelompok orang, yang mana sekelompok orang tersebut mereka kebanyakan orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi Allah dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kekuasaan yang mereka miliki. Jangan kita dekat sama mereka karena akan kedekatan itu membuat banyak mudarat. Di antara mudarat itu akan memperkuat posisi mereka berbuat kezaliman ketika kita tidak menjaga jarak dengan mereka. Mudarat yang kedua yang kita simpulkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kita akan banyak mendapatkan pemberian-pemberian dari mereka, yang mana kita bisa pastikan kebanyakan harta mereka tidaklah bisa dikatakan halal, apalagi halalan thayyibah. Mungkin nak dikatakan haram kita tidak berani, tapi syubhat tidak akan luas, tidak akan lepas dari status tersebut. Harta mereka kebanyakan syubhat, bahkan haram. Lalu mereka akan pula mengulurkan dari harta tersebut kepada kita, memberikan kita pemberian-pemberian, bantuan-bantuan yang sepatutnya kita harus menjauhkan diri kita, apalagi kalau untuk berdakwah, untuk menghidupkan syiar Islam. Sangat tidak patut kalau kita menggunakan harta dari milik orang-orang seperti itu. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, sampai kadang-kadang muncul doktrin dari orang-orang yang nyuruh kita embek lah, sayang kalau tidak diembek. Ya, sayang kalau tidak diembek, kakek digunakannya untuk ini, untuk itu. Kayak digunakannya untuk bangun gereja, misalnya kayak digunakannya untuk bangun diskotik dan seterusnya. Maka salaf kita mengatakan tetap jangan ditoleh, jangan disentuh. Bahkan di sini Imam Ghazali, ana ulangi sedikit ucapan beliau, wa iyyaka an yakhda'aka istihza'u syayatin au qawlu ba'din nas laka bi anna al-afdal wa ula an ta'khudha dinar wa dirham minhum. Hati-hati kau, sampai berulang kali beliau ngomong. Jangan sampai kau tertipu oleh ucapan-ucapan syaitan lewat lisan manusia yang mengatakan lebih baik kita mbek, lalu kita bagikan kepada fuqara masakin duit mereka itu. Nah ini ternyata mungkin kacamata kita yang awam ini benar juga, tapi dengan kaca mereka yang memandang dengan ainul basirah, bukan itu tindakan yang tepat. Ya, itu bukan tindakan yang tepat, mengambil harta orang-orang yang zalim, orang-orang yang berlumuran dengan dosa, orang-orang yang harta mereka itu kebanyakan haram, paling rendah syubhat. Jangan pernah kita untuk diri kita, bahkan untuk orang lain pun jangan. Jadi kalau ngomong tadi itu tufarriquhuma bainal fuqara wal masakin fa innahum yunfikuna fi fisqi wa ma'siyat fa infaquka adhafa an-nas khairun min infaqihim fa innal la'in qad qata'anaka katsiran minan nas bi hadhihi al-waswasa wa qad dzakarnahu fil ihya' ulumuddin. Hati-hati kata Imam Ghazali, banyak orang tertipu dengan bisikan-bisikan yang model tadi. Ya, yang macam pernah kami sampaikan, dari mana kamu nak dapat duit sebanyak itu? Ya, mumpung ada. Ya, terus ucapan yang model tadi, kalau kamu tak ambil, gak dibuatnya untuk tempat maksiat, gak digunakannya untuk gereja, biarkanlah. Ya, apalagi kata maaf, ini wasiat buat diri kami sendiri, kita semua, apalagi kalau kita nak bergerak untuk dakwah, untuk majlis taklim, untuk kegiatan dakwah, operasional dakwah, untuk pondok, untuk masjid, untuk musola. Allah ikhwan, jangan kita sentuh duit-duit yang seperti itu. Allah Maha Kaya untuk memberi kita yang halal dan thayyibah barakah. Allah sudah mengajarkan kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu", bakal datang dari sumber yang halal yang berkah. Ya min haitsu la nahtasib, kunci sikap taqwallah. Ya, itu yang diajarkan oleh para salaf kita. Tapi sekarang kita lanjut ikhwan rahimakumullah.
tentang nasihat Imam Ghazali kepada orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah, baik secara langsung secara pribadi di atas mimbar ceramah, atau dibuka majelis, atau di atas di khatib, atau termasuk yang berdakwah seperti kelompok kita macam sekarang nih. Yang malam ini yang berdakwah bukan cuma kami, tapi ikhwan kita yang nyetel sound system, bagian konsumsi, bagian perparkiran, menyiapkan listrik, lampu, kipas, ini semua kita satu tim. Ya, satu tim yang menjalankan ini dakwah. Semua kita dapat bagian. Ya, semua kita dapat bagian, bukan cuma yang memimpin ziarah, memimpin maca kitab, bukan. Tapi kalau ada teman-teman, jadi ini majelis. Jadi kita satu kesatuan, satu tim, dan semua kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita, berdakwah itu dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Ya, ada yang dengan ilmunya. Nah, apa yang kita bisa dapatkan? Kalau kita bisa mendapatkan semuanya, ya habbadah. Ya, kita punya ilmu, kita bagi ke ilmu, kita punya duit, bagi ke duit. Galau-galau dari kita itu kalau bisa, ya habbadah, itu yang indah. Nah, setelah menjelaskan 4 perkara yang harus kita jauhkan dari diri seorang dai, seorang ulama, seorang ustadz, lalu beliau Imam Ghazali menekankan untuk 4 perkara yang harus justru dilakukan. Jadi pertama 4 perkara yang harus ditinggalkan. Lalu yang kedua bagian 4 perkara yang harus dilakukan oleh seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, seorang yang bergelut berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana fil darain amin. Fal awwalu an taj'ala mu'amalataka ma Allah taala bihaitsu law 'amala ma'aka biha 'abduka tarda biha minhu. Allah ikhwan, ini kita cuma bisa maco ya, untuk mengamalkannya, memahaminya dengan benar-benar berat, tapi insyaallah mudah-mudahan Allah paham ke kita dan Allah beri kita kemampuan. Beliau mengajarkan kita yaitu untuk menhusnul muamalah ma'a Rabbina. Husnul muamalah dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala tindak tanduk gerak-gerik kita, baik dalam saat kita beribadah ataupun dalam kita kehidupan sebagai manusia yang mencari kehidupan dunia kita. Beliau umpamakan, perbaguslah keadaanmu di hadapan Allah sebagaimana seandainya engkau menjadi seorang tuan, sayyid, majikan, engkau pengen hamba sahayamu atau pembantumu memperlakukan engkau dengan baik. Maka sepertilah itu pula engkau harus berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tak pengen dikecewakan, maka jangan pernah engkau mengecewakan Allah. Apa yang engkau perintahkan kepada hamba sahayamu agar mereka patuhi, engkau berharap seperti itu. Apa yang engkau larang jangan mereka melakukan, engkau harapkan seperti itu. Maka kita pun seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itu. Kata beliau, lau amala ma'aka biha 'abduka tarda biha minhu. Jadi bermuamalah kau pengen makmano seandainya hamba sahaya itu melakukan semua yang kau senangi. Ya, semua yang kita senangi dia lakukan. Maka seperti itulah kita jadikan posisi kita melakukan semua yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita macam contoh, kita nyuruh tukang begawe di kebun tapi elek. Tahu elek? Lentak-lentuk lambat. Kita pengen cepat gawe ke? Ya. Unyam tak kita? Unyam, banyak kelakar. Nah, macam itulah Allah nyuruh kita sholat, cepat ke? Jangan dilambatkan. Allah nyuruh kita mengeluarkan zakat, jangan ditunda-tunda. Allah nyuruh kita untuk melakukan apapun, maka lakukanlah. Sebagaimana tadi dimisalkan, kalau itu hamba sahaya kita pengen dia melakukan dengan sempurna, maka kita pun harus beribadah kepada Allah dengan berusaha mencapai kesempurnaan ibadah tersebut. Wala yadhiku khatiruka alaihi wala taghdab. Jangan sampai engkau mendapatkan, kita sebagai majikan tidak kepengen hamba sahaya ini melakukan sesuatu yang membuat kita sesak napas lalu marah. Nah, begitulah juga kita sama Allah. Jangan memancing kemurkaan Allah dengan kita melakukan pelanggaran apa yang sudah ditentukan Allah, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi dan tidak disukai Allah. Seperti tadi, kalau kita punya anak buah hamba saya mungkin jauh gini, anak buah lah di toko, di kebun, di pabrik, di mau makan bangga atau apalah, anak buah kita tadi begawe sama kita. Tentu kita pengen mereka begawe semuanya dengan keadaan baik, dengan sesuai yang kita inginkan. Bahkan kalau pacak lebih dari yang kita inginkan. Kita punya target penghasilan dapat 10, atau dia bisa menghasilkan sampai 15.
Artinya kita diwajibkan dengan wajib, tapi bahkan kita melakukan pula yang sunnah-sunnah. Dan ini tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la tarda li nafsika min 'abdika majazi fala tarda aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyiduka haqiqi. Nah, seperti itulah apa yang tidak kau ridhoi terjadi pada hambamu yang berbuat kepadamu, maka jangan pula engkau melakukan apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan i'lam, ketahuilah kata beliau, sesungguhnya hakikat sayyiduka adalah Allah, dan engkaulah hamba Allah yang dikatakan hamba tersebut. Wathani, yang kedua, kullama amilta bin nasi ij'alhu kama tarda li nafsika minhum li'annahu la yakmulu iman 'abdin hatta yuhibba lisairin nas ma yuhibbu li nafsi. Tadi muamalah kita sama Allah, hubungan kita sama Allah. Sekarang hablum minan nas juga. Mak mana kita pengen uang memperlakukan kita dengan baik, maka perlakukanlah orang juga dengan kebaikan. Mak mana kita tak pengen ditipu, dihinakan, direndahkan, dicakiti, maka jangan pernah engkau melakukan hal yang bisa merendahkan orang, menyakiti orang, merugikan orang lain. Itu tolak ukurnya. Kalau tak pengen kita disakiti orang, jangan nyakiti orang. Kita tahu mak mana posisikan ketika kita ditipu orang. Ya, ketika kita ditipu orang, sakit dari, oh sakit. Ya, wong belanja, mbek barang banyak, mayang tato duit palsu. Apalagi hamba Allah nih, oh sakit hati gitu. Ya, nah begitu juga kita jangan nipu wong. Ya, orang tidak suka dicaci, maka jangan pernah mencaci orang. Orang lain senang kalau dipuji, kalau kita pengen nak dipuji, kalau memang pengen dipuji, maka pujilah orang lain. Nah, sampailah muncul nanti kaidah kata salaf kita, fa illam tastati an tanfa'hum fala tadurruhum. Kalau kau tidak mampu memberikan manfaat untuk orang lain, maka jangan mendatangkan mudarat. Tak pacak nunjuk kebaikan, jangan datangkan keburukan. Itu paling rendah keadaan. Fa illam tastati an tufarrihhum wa la tuhzinhum. Kalau kau tidak mampu untuk menggembirakan hati orang lain, maka jangan bikin mereka sedih. Fa illam tastati an tu'izzahum wa la tahzihum. Kalau kau tidak mampu memuliakan mereka, jangan kau rendahkan mereka. Kalau kau tidak mampu memberikan apa yang terbaik, maka jangan kau berikan hal yang buruk. Minimal itu standar kita, ikhwan. Karena seperti itulah kita pengen orang berlaku kepada kita. Kalau kita berbuat baik, mungkin ya hamba manusia yang normal pengen adalah ucapan jazakumullah khair, terima kasih. Ini tidak sama sekali. Nah, tidak sama sekali. Sakit hati tak kita. Nah, begitu juga uang, kalau uang berbuat baik sama kita, tak kata basa-basi kita. Tak kata mujamalah. Mujamalah itu kadang-kadang disunahkan, ikhwan, untuk jabar hutir, nyenangkan hati uang. Ya. Ada orang datang, tahan ngenjukkan ini, ngantarkan ini. Walaupun itu mungkin suatu kewajiban, dia sebagai anak buah kita, atau itu anak kita, atau itu murid kita. Berbuat kebaikan kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada majikannya, itu sudah kewajiban mereka. Tapi alangkah indahnya kalau kita terhadap anak kita, kita ucap, ya Allah, jazakumullah khair ya wali ahsan tau barakallahu fik. Anak kita doakan, orang lain kita gak cak itu kan, apa anak kita tidak? Ya, ahsan tau barakallahu jazakumullah khair, terima kasih. Nah, begitulah kita perlakukan dengan orang lain. Orang lain berbuat seperti itu kita senang, maka perlakukanlah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang di sini maknanya diangkat oleh Imam Ghazali, li'annahu la yakmulu iman 'abdin, karena seorang itu tidaklah sempurna imannya hatta yuhibba li sa'rin nas ma yuhibbu li nafsi. Sampai kita menyukai keinginan kepada kita apa yang kita suka ini, begitu juga orang lain menyukainya. Kebaikan yang kita pengen dapatkan, orang lain juga kita harapkan mendapatkan kebaikan tersebut. Kalau asli hadisnya Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, idza qara'tal ilma aw tala'tahu yanbaghi an yakuna ilmuka yuslihu qalbak wa yuzakki nafsak kama law alimta anna umraka ma baqiya ghaira usbu' فبضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والأخلاق والأصول والكلام وأمثالها لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن العلائق الدنيا وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة واشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. Ini juga yang mungkin nak memahaminya secara hakikat kita tidak mampu, tapi kita coba raba-raba apa yang dikatakan oleh beliau. Beliau mengatakan ini khususnya untuk, sebenarnya untuk kita wong awam ini juga, ya,
Cuma memang posisi ucapan ini untuk ustadz, untuk ulama, untuk da'i. Idza qara'tal ilma, kalau kau membaca ilmu, mutola'ah, maca kitab, maca buku, au tala'tahu yanbaghi an yakuna ilmuka yuslih qalbak, pastikan ilmu yang kau bahas, kau baca, kau telaah ini menjadikan hatimu jadi baik. Bukan ilmu menjadikan kita jadi sombong, jadi angkuh, tapi menjadikan kita lebih tunduk, lebih rendah, lebih tawadhu, yang bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, dari hasud, dengki, hegit, suudzon, takabur dan lain-lain. Pastikan itu. Kalau tidak ada manfaat maka bukanlah ilmu itu. Tidak ada manfaat. Wa yuzakki nafsaka kama law alimta. Lalu beliau perumpamakan di sini. Karena kita ni kawan, apalagi masih semangat belajar, kadang-kadang kita ni lebih pengennya meluaskan ilmu-ilmu yang misalnya ilmu fikih, memperdalam dengan dalil-dalilnya, memperdalam dengan hadis-hadisnya, memperdalam dengan segala macam, bahkan kita memperluas sampai 4 mazhab kita kuasai. Itu boleh, itu baik ikhwan. Tapi jangan sampai hanyut dan larut, kata beliau. Karena itu boleh jadi ya banyak efek buruknya juga, menimbulkan seorang kadang-kadang menjadi sombong, menjadi ngerasa diri paling pintar, ngerasa diri paling luas ilmu. Nah, lalu di sini beliau menasihati pada kita. Sebenarnya ini untuk kita galau-galau ikhwan, bukan hanya untuk mereka yang berstatus ustadz atau ulama atau dai. Bayangkan seandainya, kata beliau, lau alimta anna umraka ma bagiya ghaira usbu. Seandainya kita dapat kabar umur kita tinggal seminggu lagi. Kalau kita orang awam nih, kira-kira apa yang nak kita gawe ke? Kalau kita orang awam sekarang bicara, bukan yang di kitab dulu. Kalau ada kabar, divonis dokter, walaupun vonis dokter itu boleh jadi terjadi, boleh jadi meleset. Umur biadillah. Dokter sudah mesi, penyakit cak kau ni biasanya tidak lama, ya, atau besik dokter sama keluarga kita mejem saat kita tidur. Dokter ngomong keluarga kita, abah kamu ni caknya tidak pacak dipertahankan lagi, tidak pacak ditolong lagi. Kalau pacaknya hampir seminggu be alhamdulillah. Kalau pacaknya hampir seminggu be alhamdulillah. Kalau memang itu adunia ilmu dokter ni masya Allah kadang-kadang. Nah kira-kira anggaplah memang kematian akan datang seminggu. Kira-kira apa yang kita akan lakukan? Apakah kita masih ngitung-ngitung modal usaha kita, berapa untung berapa rugi, masih mikir ke tanah kebun kita? La Allah. Mungkin kita tidak lagi ngurusi dunia. Kita segala sama keluarga kita. Ma ma'na ila taubatan nasuha. Yang kita lakukan adalah pertama taubat nasuha, minta ampun sama Allah, membersihkan kotoran hati, kotoran pikiran kita. Lalu kita berusaha meminta maaf kepada semua manusia yang pernah kita mungkin berhubungan, berbuat zalim, berbuat kesalahan. Itu pasti yang kita lakukan. Dan kita tidak akan keluar dari rumah kecuali untuk yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, ibadah. Bahkan mungkin kita tidak keluar dari rumah. Apa kata solat, nangis, taubat, ngaji, berzikir, ibadah terus. Karena kita pengen pasti akhir hayat kita dengan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang awam. Nah, sekarang untuk orang yang ahli ilmu. Kalau kau bayangkan, kata beliau, seandainya engkau tinggal umur seminggu lagi, maka fabid darurah la tashtaghilu fiha bi ilmi al-fiqh wal akhlaq wal usul wal kalam wa amsalihha. Maka saat itu kalau kau memang sudah tahu umur kau tidak tersisa kecuali seminggu lagi, maka jangan kau menyibukkan diri dengan membahas ilmu, membaca ilmu, memperdalam ilmu-ilmu yang tidak kau butuhkan saat itu. Seperti memperdalam ilmu fikih, memperdalam ilmu-ilmu alat, nahwu, shorab, balaghah, segala macam, memperdalam ilmu-ilmu yang tidak menjadikan hati kita ingat kepada Allah langsung. Tapi saat itu yang terpenting yang kau lakukan adalah, kata beliau, li'annaka ta'lam anna hadhil ulum la tughnik. Karena ilmu-ilmu seperti tadi saat engkau sudah mendekati ajal itu belum tentu bermanfaat. Bal akan tetapi kalau kau tahu umur kau tinggal seminggu lagi, tashtaghilu bi muraqabatil qalb, engkau sibukkan dengan memperhatikan hatimu. Wa ma'rifatus sifatin nafs, dan memperhatikan bagaimana mensucikan jiwa kita. Wal i'rad anil ala'iq dunia, dan mulai membersihkan ketergantungan hati dan pikiran kepada urusan dunia. Buang. Ya. Keikhlasan dalam berdakwah harus kita tambah, kehusyuan dalam berdakwah harus kita tambah, rahmah kita, kasih sayang kita tambah, dan jangan ada terpikir sedikit pun mengharapkan imbalan, pujian, sanjungan. Buang kalau itu. Itu dibuang kalau kita memang merasa diri kita sudah bakal wafat. Wa tuzakki nafsaka 'anil akhlaqil dhamimah, dan kau sucikan dirimu dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa istaghilu bi mahabbatillah, dan sibuklah dirimu dengan memperkuat kecintaanmu dengan Allah. Hubungan kasih cinta kepada Allah kau perkuat, ya tentu juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadatihil ittisafi bil awsafil hasanah,
dan memperkuat ibadah dengan sebaik-baik bentuk ibadah. Wala yamurru ala 'abdin yawman wa lailatan illa wa yumkin an yakuna mautuhu fi. Ini perumpamaan kata beliau. Artinya seorang hamba, apalagi seorang ustaz dai tadi, dia harus selalu membayangkan ajal itu sudah dekat. Jadi jangan dia menyibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Dalam istilah taqdimul aham alal muhim. Mendahulukan yang lebih penting dari sesuatu yang penting. Mengambil sesuatu yang lebih berharga dari sesuatu yang cuma berharga saja. Itu saat-saat yang harus kita perhatikan. Dan kematian itu bisa datang malam ini kata beliau. Walailatan illa yumkin an yakuna mautu fihi. Boleh jadi malam ini atau besok ajal itu akan datang. Lalu beliau menasihati ikhwan rahimakumullah, ayyuhal walad isma' minni, wahai anakku dengarkan nasihatku. Kalaman akhar, dengarkan nasihatku yang lain lagi kata beliau. Wa tafakkar fihi, lalu renungkan hatta tajida khalasan, sehingga kau mendapatkan benar-benar suatu jalan keluar atau jawaban. Lau annaka akhbirta anna sultana. Oh, ini untuk gitu kalau ikhwan. Ya Rabb. Kita ini sering dengan nasihat ini. Tapi kita kadang-kadang lalai. Kata beliau ambil lagi perumpamaan. Lau annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu yaji'uka za'iran. Fa ana a'lamu annaka fi tilkal muddah la tashtaghilu illa bi islahi ma 'alimta anna an-nadhara sultan sayaqa 'alaihi min ath-thiyab wal badan wad diyar wal firas wa ghairiha. Seandainya dikabarkan kepadamu sultan bakal mengunjungi rumahmu, mengunjungi engkau seminggu lagi, maka bisa kupastikan kata Imam Ghazali, engkau akan sangat memperhatikan, membaguskan, merapikan apa yang bakal dijinguk oleh sultan. Mulai dirimu, penampilanmu, pakaianmu, rumahmu, kendaraanmu, kebunmu, semua pasti kau cantik gegalau. Kenapa? Karena sultan nak datang dan bakal mengunjungi kita. Tentu kita tidak kepengen ada satu yang buruk, baik penampilan kita secara pribadi, atau pakaian kita, atau yang di sekeliling kita, rumah kita, segala macam. Tilkal muddah la tashtagil illa bisalahi ma 'alimta anna nadhara sultan sayaqa 'alaihi min ath-thiyab wal badan wad dar wal firas wa ghairiha. Wal an tafakkar ila ma asyartu bihi fa innaka fahim. Nah, sekarang bayangkan sultan itu adalah Allah, dan engkau bakal berjumpa dengan Allah, dan perjumpaan itu boleh jadi terjadi hari ini, malam ini, atau besok, atau seminggu tadi lagi. Sudahkah kau persiapkan? Yang mana Allah akan melihat kepada kita. Allah akan melihat pada kita. Wa al-an tafakkar ila ma asyartu bihi fa innaka fahim. Fal kalamul fardu yakfil kais. Ucapan ini cukup bagi orang yang cerdas, paham apa dia maksudnya kata beliau. Ya, perumpamaan tadi cukup bagi orang yang paham, yang cerdas apa maksudnya. Ya, kembali tadi kalau kita bakal berjumpa dengan Allah. Atau mungkin katakanlah mungkin Allah, okeylah. Kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Kira-kira penampilan kita bagaimana? Penampilan kita bagaimana? Nah, ketika kita bakal berjumpa dengan Allah, Allah tidak akan melihat surahnya kita, gambarnya kita, belagak, ganteng, kurus, gendut, hitam putih, tidak. Tak juga Allah melihat banyak ibadah kita, berapa rakaat sehari, berapa juz Quran sehari kita baca, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Kama qala Rasulullah SAW, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Allah sesungguhnya tidak akan melihat kepada gambar kita, bentuk kita, pendek, hitam, kurus, gendut, pesek, mancung, enggak. Wala ila a'malikum, dan Allah juga tidak melihat perbuatan kita, amal kita. Oh, sebulan ngajin majlis, sebulan itu ibadahnya banyak, solatnya, ngajinya, segala bla bla bla. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, tapi Allah akan melihat mana hati kita, niat kita dengan amal-amal tadi. Kalau kita beramal banyak tapi riyaan, sum'atan, minta dipuji, minta dimana, ya sudah, apaan manturah, hina bahkan Allah murka kepada kita. Duit sedikit sedekah ikhlas lebih afdal daripada duit banyak tanpa keikhlasan. Begitupun dengan bentuk ibadah apapun ya ikhwani rahimani rahimakumullah. Wa in aradta ilmal ahwalil ghalab fanzur ila al-ihya wa ghairihi. Kalau kau pengen memperdalami ilmu tentang bagaimana melihat keadaan hati manusia, maka silakan kata beliau kau buka kitab Ihya karangan beliau, wa ghairihi min musannafati
dan yang lain-lain dari kitab karangan aku. Wa hadzal ilmu fardhu ain, ini ilmu hukumnya fardhu ain. Ilmu untuk bagaimana mensucikan diri kita, hati kita dari hal-hal yang buruk, dari akhlak-akhlak yang terjerah, membersihkan hati dari rasa hasud, dengki, dendam, suudzon, sombong. Ini hukumnya wajib, ikhwan. Ya, hukumnya wajib. Wa hadzal ilmu fardhu ain wa ghairuhu fardhu kifayah, sementara yang lain itu fardu kifayah. Illa bimiqdar ma yu'adda bihil faraidullah, kecuali macam fikih tadi yang wajib bagi kau sekedar ngembek bagian yang kau butuhkan dalam menunaikan kewajiban di sisi Allah. Tapi untuk memperluas ilmu sampai mengenali dalil-dalilnya, apalagi sampai menguasai 4 madhab, tidak ada tuntutan untuk kita. Cukup yang kita butuhkan adalah mengenali bagaimana cara kita sholat baik dan benar dan diterima Allah. Selain itu, maka sibukkan diri dengan memperbagus hati kita, bersihkan diri kita dari hal-hal yang buruk, dan terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa huwa yuwaffiquka hatta tuhassilahu wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Yang di bukunya ada tanda, tolong tandanya dipindah. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به راض سكيمة. ألا يالله من العين الرحيمة تداوي كل ما به من إمراض سكيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وترجر وسلم للمقادير كي تحمد وتعجر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به. وكن راد بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به. وكن صابر وشاكر تكن فائض وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفا من جميع دنس طيب مطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي. وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي. ولا يحرص عليها سوى الأعمى البصيرة أديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي. تفكر في فناها وفي كثر حناها وفي كله غناها
فتوبة ثم توبة لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. الله يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي. معنا في المرابع وأمسى سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي. ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله. ألا بشار جدان سحائب رحمة البر وحياهم بروح رضاه ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه. بها سادتنا والشيوخ العارفون وأحلونا وأحباب هم بقلبي نازلون. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ومنهم في سرائر فؤادي قاتلون بساحات تربها من ذكي المسك أعطار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به سكيمة. منازل خير سادة لا يا الله بنظرة لكل الناس قادة لا يا الله محبتهم سعادة لا يا الله بنظرة. ألا يا بخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوب تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من إمراض سكيمة. تقبل الله منكم. ودار الإخوان bikin halaqah al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu sallu ila hadratir rasul bi batil sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala natil futuh wal munuh wa rusuh